ونام الناس في ليلة الخميس وظنوا أن الله قد ترك هذه الأمة لنفسها وجلست الأمة على يأسها. سمعت بيانات عدة وكلها تؤول وتقول أن اليمن قد ضاعت وأن بلاد السنة قد ابتلعت. ذهبت إلى الفراش أيسا، ولكن ما انقطع رجائي من رب العالمين ولن ينقطع ما دمت حيا. أصبحت في صلاة الفجر وأنا أشعر بنفسي أملا، أصلي صلاة الفجر ثم أرجع إلى داري ومنزلي، فما أن أردت الرجوع إلى فراشي بعد تعب من سفر وعمرة، وإذ بالهواتف والجوالات قد انصبت علي، وأنظر فيها وإذ بها اتصالات من خارج الأردن وداخله. ثم قمت فازعا إلى التلفاز وإذ بها عاصفة ردت إلينا الروح، اللهم اجعلها بركة، وإذ بها عاصفة ردت إلينا الرمق، اللهم اجعل عاصفة الحزم خيرا على الأمة، اللهم اجعلها بوابة الخيرات والبركات. عاصفة الحزم نقولها بكل صدق وأمانة وإيمان ولله، هي عاصفة سليمان ملك السعودية جزاه الله خيرا. اللهم ثبت ملكه وأدم عرشه وثبت حكمه واجزه عن أهل السنة خير الجزاء. اللهم اهد قلبه واجمع كلمته مع إخوانه من حكام المسلمين على حماية بلاد المسلمين من شر من أراد بهم شرا. عاصفة الحزم ردت إلى الأمة روحها، وما زالت الأمة تعيش الأمل والرجاء من ربها. عاصفة الحزم جمعت الكلمة ووحدت الصف وردت الأمة إلى معرفة العدو حتى نعلم من أين تؤكل الشاة. عاصفة الحزم جعلتنا نعيش لحظات فرح وسرور، يا رب أدمها، يا رب احفظها، يا رب اكفنا شر ذنوبنا وشؤمها. عباد الله، أسأل الله والله الذي لا إله سواه، من أول ساعات ولحظات رأيت الخبر سجدت لله شكرا ودعوت ربي أن نرى أمثال عاصفة الحزم تطوف حول المسجد الأقصى، وأن نرى أمثال عاصفة الحزم تدك الشام وأهل الظلم والطغيان، وتدك العراق وأهل الباطل والطغيان، وتدك حتى كل من عاد الدين والملة. يا رب اجعلها فاتحة خير على الأمة، فاتحة خير على الأمة تؤوب إليك وترجع إليك وتجتمع كلمتها ويكون همها نصرة السنة والدين والمسلمين. ونحن ننظر إلى الحوثيين قتلهم الله، وقد قلت هذا لما رجعت من الحج وخطبت خطبة الجمعة الأولى، ولامني بعض الإخوة لأمر لا أعلم لم لامني فيه، لما قلت والله 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 إن لم نقف في اليمن الآن وقفة صحيحة في الوقت الصحيح وعلى الميزان الصحيح، والله ليسيرن الرافضة بين بيوتنا وخلل منازلنا، ولنراهم في صحفنا ونراهم على بيوتنا وأسطح منازلنا. فجاءت العاصفة، اللهم زدها قوة، اللهم زدها قوة، اللهم زدها قوة، اللهم سدد رميهم وثبت كلمتهم ووحد صفهم واجمعهم على نصرة السنة والدين يا رب العالمين. أنا أعلم أيها الأحبة، أعلم أن عاصفة الحزم فيها مصالح خاصة وقضايا سياسية، أعلم أن وراءها أشياء قد نعلمها ولا نعلمها، لست جاهلا ولا غبيا ولا دعيا ولا أسير وراء العواطف، ولكني أقول متى عاشت الأمة مثل هذه اللحظة؟ متى عاشت الأمة أن تخرج أسواب الطيران من الأردن ومن الكويت والإمارات والسعودية ومصر وتأتي من المغرب وتتوعد باكستان وتحالف تركيا؟ يا رب زدنا، يا رب زدنا ولا تنخسنا تحالفا ووحدة أمة الإسلام. اللهم اجز سلمان خير الجزاء، اللهم اجز سلمان خير الجزاء، اللهم اجز سلمان خير الجزاء.